ذكرت قناة الإخبارية السعودية نقلاً عن مصادر لم تسمها أن 4 طائرات عبرت الأجواء السعودية من وإلى قطر أمس الاثنين، رحلتان منها تتبعان للخطوط الأردنية والمغربية. وقالت القناة السعودية في تغريدة لها عبر تويتر: رحلتان لكل من الخطوط الأردنية والمغربية وواحدة للإثيوبية وأخرى للشرق الأوسط عبرت من وإلى قطر أمس. وكانت هيئات الطيران المدني في كل من السعودية والإمارات والبحرين قد أصدرت بيانات للتأكيد على أن الحظر الجوي المفروض على قطر منذ أن أعلنت قطع العلاقات الدبلوماسية معها في 5 يونيو يشمل حصر شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر. وأجمعت البيانات التي نشرت على وكالة أنباء الدول الثلاث أنه بموجب الحظر الجوي تمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في المطارات أو العبور في الأجواء السيادية للإمارات والسعودية والبحرين.